السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية الدوري السوبر الأفريقي بتعادل الأهلي 2-2 مع سيمبا في المباراة اللي كان فيها أحداث كتيرة، في المباراة اللي كانت برعاية كهربا وإهدار الفرص. أنا شايف يا جماعة المباراة دي أنسب عنوان ليها وهو كهربا وفن وعبقرية إهدار الفرص من كهربا اللي أدت إن هي تصعب المباراة على الأهلي. كهربا يا جماعه اللعيبه تحس ان هو ايه، انا شايف ان كهربا لغز كبير. يعني كهربا بيعمل الصعب والسهل بيضيعه بسهوله. يعني كهربا على الرغم ان هو يعتبر الجماهير كلها مش طايقاه بعد المباراه، على الرغم من كده كهربا سجل هدف وصنع هدف. كهربا يا جماعه انا مش فاهمه الصراحه. كهربا تحس ان هو ايه، انا في الصعب موجود واسد، ولكن في السهل مش بتاعتي. انا لعبي كله على الصعب، هتجيب لي سهل مش هعرف اتصرف. نتكلم يا جماعه دلوقتي عن احداث مباراه الاهلي وسيمبا، المباراه اللي كان فيها احداث كتيره وكان فيها كتل تحكيمي وكارثه تحكيميه من الحكم الموريتاني. الحكم اللي كان باين قوي ان هو متعاطف مع سيمبا وكان عايز سيمبا يطلع بنتيجه كويسه، تعادل او فوز. ولكن يا جماعه المباراه دي يا جماعه هنتكلم عليها دلوقتي بكل تفاصيلها. المباراه اللي كان في الشوط الاولاني الاهلي مستريح، الاهلي كده مستريح، كان يطلع اقل واجب 5-0. ولكن كهربا كان ليه راي تاني في المباراه كلها. كهربا تحس ان هو كان بيلعب لصالح سيمبا مش صالح الاهلي. دلوقتي المباراه اللي بدات بضغط عالي من الاهلي، نجح الاهلي ان هو في اول 20 دقيقه يضيع 4 تجوان مؤكدين. كوره من رضا سليم والثانيه من بيرسي تاو، 2 كهروب يا جماعه اللي ضيع هدفين. انا مش عارف ضيعهم ازاي. يعني هو لو كان عايز يضيعهم ما كانش يعملهم بالمنظر ده. الكلام يا جماعه دلوقتي عن فرصتين كهربا، عشان فرصتين ضيعهم كهربا، ضيعهم بطريقه انا مش مصدقها. الكوره الاولانيه كهربا استلم الكوره، فرش اللعيب بتاع سيمبا وداه في داهيه، وكهربا هدي ووقف، شفته كده وبص على الزاويه وبيعدل نفسه وبيركنها. انا قلت بقى هتركن في زاويه 90 بقى وهتخرج من الشبكه والكلام ده، لقيت لك كهربا وداه في السما. استغربت قلت مش مشكله ايه عشان اول فرصه ليه والكلام ده. تاني كوره بقى ضيعها كهربا، رضا سليم ريحها على كهربا وبيجري انفراد هو وجنبيه بيرستيفا في الزاويه الثانيه، وكهربا كهربا اختار القرار الصح، ولكن التنفيذ كان رايح في داهيه. يعني هو فعلا داخل انفراد تشوطها تجيبها جون، ولكن كهربا اختار ان هو يشوطها مش عارف ازاي. يعني مثلا ما اقولكش خوت في العرض، لا ده شوطها بره خالص، مع انه كان جنبيك بيرستيفا ممكن تديها له يجيب الهدف وتريح نفسك من الفيلم ده كله. ولكن كهربا بيفنن ان هو ازاي يضيع الفرص في مباراه الاهلي وسيمبا. هنتكلم يا جماعه دلوقتي برضو عن شويه عن الحكم الموريتاني، الحكم اللي كان باين جدا ان هو متعاطف مع سيمبا، ان هو كان عايز سيمبا يطلع باي نتيجه. وفعلا يا جماعه نواياه بانت امتى؟ لما ما احتسبش ضربه جزاء النادي الاهلي. فعلا يا جماعه ضربه الجزاء دي من 300 زاويه للفار ضربه جزاء 100%. يعني باين قوي كهربا بيلف في منطقه الجزاء، لعيب سيمبا شال رجله واضحه من كل زاويه. مش عارف بقى هو حسبها ازاي. يعني هو مثلا قال لك ايه، لازم مثلا اللعيب يتكسر او اللعيب يموت عشان يحسب ضربه جزاء. لكن انا مش فاهم ان القانون اللي ما حسبش ليه. يعني نفسي افهم بس ايه، لو يجيبوا مثلا المحادثه بتاعت الفار هو ما حسبهاش ليه. يعني هو مثلا مش مقتنع، مثلا ممكن يكون مش مقتنع، او ممكن يقول له ايه معلش بس عدى لهم ديسمبر فريق غلبان والاهلي ايه كده كده هيجيب كده الاهلي هيجيب الاول والثاني والثالث. ممكن يكون الحكم، بس الحكم يا جماعه فعلا شايف يا جماعه ان الحكم جاي جدا على الاهلي وبيحسب فاولات غريبه وبيحسب التحامات بسيطه من لعيبه الاهلي بيحسبها لسيمبا وانذارات وحاجات غريبه. ولكن يا جماعه المباراه دي انا شايف ان السبب الرئيسي ان المباراه دي تصعب على النادي الاهلي هو النادي الاهلي الشوط الاولاني اصلا اهدر مهرجان اهداف، مهرجان وحفله بقول لك 5 اهداف الاهلي اهدرهم الشوط الاولاني. والحمد لله ان رضا سليم لحق الشوط بجون. يعني رضا سليم نجح ان هو ينقذ الموقف بهدف جابه في الدقيقه تقريبا 47 من صناعه كهربا. يعني شوفوا كهربا بيضيع وبيعمل اسيستات، بس كهربا لعيب مش مفهوم قوي. لكن الحاجه الاهم عندي من الجون وهو احتفال لعيبه النادي الاهلي. فعلا يا جماعه احتفال مشرف جدا، احتفال بيتضامن مع اخواتنا في فلسطين والحرب اللي بتحصل، واحنا لا الكلام اللي احنا عارفينه دون. ولكن فعلا احتفال رائع. وفعلا الاهلي فعلا يا جماعه وجماهيره عاملين منظر مشرف لدعم القضيه الفلسطينيه ودعم اخواتنا في فلسطين، وعايزين برضو كلنا ندعي لهم. هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن الشوط الثاني يا جماعه. انا لقيت الماتش اتقلب 180 درجه. يعني انا قلت الشوط الثاني بقى الاهلي ايه، كولر قعد مع اللعيبه قال لهم بقول لكم ايه، عايزين ننهي الماتش وعايزين بقى نبطل حوار اهدار الاهداف ده، وفوق معايا كهربا وفوقوا معايا يا جدعان، يلا يا جدعان هننزل ايه نجيب التاني ونريح نفسنا. ولكن اتفاجئنا بسيمبا عمل عرضيه، لقيت لك فجاه رامي ربيعه مش عارف يطلع الكوره من لعيب قصير. غريب قوي رامي ربيعه ان هو ما عرفش يتعامل مع العرضيه دي. لعيب اقصر منه، وغريبا ان اللعيب خدها من رامي ربيعه مش فاهم ازاي. يعني فعلا محمد عبد المنعم كان شارك كتير وراح لعيب سيمبا نجح ان هو يحرز الهدف الاولاني. ولكن انا شايف ان الكره دي اصلا غلطه من الدفاع وسرحان من الدفاع، ولكن الغلط الاكبر على رامي ربيعه. تاني جون يا جماعه بتاع سيمبا انا استغربت. يعني كوره عرضيه عاديه، لقيت لك برده رامي ربيعه ما عرفش يلحق الكوره من اللعيب، اللعيب واقف براحته على مهله في
على الزاويه القريبه وعرف يركنها براحته، مفيش اي التحام من مدافعين النادي الاهلي وسرحان، ودنيا كانت غريبه في الدفاع. ولكن الاهلي وكهربا نجحوا ان هم يلموا الدنيا، ونجحوا ان هو يسجلوا الهدف الثاني بعد تقريبا 5 دقائق، عشان الماتش كان ممكن يهرب منهم. ولكن انا شايف ان في الاول وفي الاخر الاهلي لازم يتصرف في حوار المهاجم دون، عشان حوار المهاجم دون هيحل لك ازمه. يعني انا شايف ان الاهلي لازم ما يجيبش مهاجم في الانتقالات الشتويه، يجيب 4 احتياطي، عشان مركز المهاجم اللي في الاهلي ده لغز كبير. انت لو جبت مهاجم هتلاقيه خيش، فانت امن نفسك وجيب 4، عشان انت في افريقيا هيبقى شكلك وحش لو قابلت فريق تقيل، مثلا لو قابلت سان داونز او قابلت الوداد او قابلت الترجي. مع اهدار الفرص دول الناس التانيه مش هتسمع عليك. يعني انت نتيجه التعادل دي نتيجه عادله لاهدار الفرص. يعني انت اللي بيقول لك اللي بيضيع يستقبل، انت ما ضيعتش فرصه، انت ضيعت فرصتين وثلاثه واربعه وخمسه. ولكن الغريب بقى ان كولر كان مقتنع بكهربا لحد دقيقه 80. يعني انا نفسي افهم هو شايف فيه ايه، مقتنع ان هو يسيبه. يعني هو فعلا يا جماعه كهربا نجح ان هو يسجل هدف وعمل اسيست، ولكن ده مضيع لك 3 اجوان في الشوط الاولاني مؤكدين. الغريبه بقى ان كولر سابه لحد دقيقه 80 ونزل صلاح محسن نزل يضيع لك هو كمان جونين. لا يا جماعه، فعلا في مشكله عند النادي الاهلي كبيره، ولازم النادي الاهلي ومجلسه يحلوا الازمه دي في اقرب وقت. انا شايف ان موديس مش قد كده برده، ولازم الاهلي يحاول في انتهاء الشتويه يجيب اقل حاجه 2 مهاجمين. لازم يجيب 2 مهاجمين يخلصوا انصاف الفرص، عشان انت لو معاك مهاجم كان زمانك اصلا طالع الشوط الاولاني اقل حاجه 4-5-0 وكنت رايح نفسك من الحوار ده كله. لكن الاهلي يا جماعه لازم نشيد بيه ان هو فعلا في اول شوط كان عامل شوط عالمي، كان ناقصه بس ترجمه الفرص الاهداف. ولكن رضا سليم انقذ الموقف في اخر دقيقه. ولكن في الاول وفي الاخر لكن يا جماعه في الاول وفي الاخر انا شايفها ان بدايه كويسه. الاهلي ضيع فوز من دي، ولكن الاهلي ببساطه جدا بمنظر الفريق دون هيقدر يعوض 2 و3 في القاهره عادي. ولكن يا جماعه حاجه استغربتها بس من فريق سيمبا. انا لاحظت ان فريق سيمبا في بدايه المباراه اي كره يلمسها ميكيسوني تحس ان هم مارادونا بتاعهم. ده اللي بيتهيألي اول ما يلمس صياح بقى وتصفير بقى وتسقيف وتحس يلا ده ميسي بتاعنا لمس الكوره او كريستيانو مش عارف. يعني فريق غلبان لدرجه ان النجم بتاعه ميكيسوني. ولكن المباراه دي لازم الاهلي ياخدها درس ويتعلم، ولازم كولر يحل مشكله اداره الفرص، ولازم عبد المنعم يرجع في اقرب فرصه، عشان انا شايف ان دفاع الاهلي رايح في داهيه. محمد عبد المنعم كان شايل بلاوي، والماتش ده بيثبت لك قيمه محمد عبد المنعم. ولكن بقى احنا عارفين الاجهاد بقى في المنتخب وكده، والاهلي برضه عنده غيابات واصابات مؤثره عليه. ولكن يا جماعه في الاول وفي الاخر انا شايف ان هي مباراه كويسه. الاهلي لحق نفسه ولم الدنيا بتعادل. ولكن انا شايف ان الاهلي ببساطه جدا هيعرف يكسب الفريق ده في القاهره مش اقل من 4-5. فريق اصلا ما جاش، يعني هو الفريق ده بخلاف الجونين ما جاش اصلا، يعني انا شايفه. ولكن الاهلي طلع بنتيجه كويسه. الاهلي هيعرف يعوض في القاهره، ده طبيعي جدا. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، اي حد يقعد تاني مفتوح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.